اليوم بجامعة الجزائر 2 ببوزرعة. شخصية رياضية وإعلامية حضرت هذا الملتقى ونادت إلى ضرورة العمل على تطوير الإعلام الرياضي في الجزائر وفقا لاستراتيجيات مثلى للاحتراف في هذا الميدان. على المراحل التي مر بها السمع البصري او التلفزيون الجزائري لنعتبرها يعني ايجابيه ان صح التعبير، خاصه في الظروف الصعبه، وكذلك المستقبل القريب اللي هو قانون الاعلام او قانون السمع البصري اللي مر على مجلس الحكومه ثم مجلس الوزراء وراح يمشي للبرلمان. يعني تظهر قنوات بقانون جزائري، وتظهر كذلك الشيء الايجابي ممكن هو المنافسه في هذا المجال اللي هو يعني بارز ويتماشى، والمعطيات الجديده والاستراتيجيه الجديدة بالنسبة للإعلام. التحليل أو دور المحلل الرياضي وماذا يجب أن يتسم أو يتصف من صفات للتحليل، وكيفية تقديم المعلومة للمشاهد الكريم واحترام بالذوق العام، وربما عدم التجريح أو الدخول في شخصيات في متاهات السياسة أو ودبلوماسية المحلل، تمكنه من المادة العلمية. تمت نشرتنا. أطيب المنى وعودة